أهلين بكم في الموسم الرابع من بودكاست حقاني. أنا راوية، وأنا نورا. وإحنا مع بعض ومعاكم في رحلة العدالة. وفي الموسم هذا حيكون جوهر تركيزنا على المرأة وعلى النساء المميزات اللي اختاروا أن يكون مجال عملهم وأنشطتهم من أجل بلادهم ليبيا. حنستكشفوا مع بعض قصص حقيقية ومشاهد صوتية وهلبة حاجات قوية. في الحلقات الخمسة الجاية حنسمعوا من النساء الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان في ليبيا. حنعرفوا شن معنى أن المرأة تكون ناشطة وشن هن التحديات اللي ممكن تواجهها. وأيضاً حنحكوا مع بعض في مواضيع زي العنف الإلكتروني ضد المرأة والقيود المفروضة على المدافعات عن حقوق الإنسان. هيا نبدو يا راوية. يلا نبدو. أهلين نورا، كيف حالك اليوم؟ أهلا راوية، كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله. متحمسة اليوم أنا يا نورا كالعادة إن وصلنا اليوم للحلقة الأخيرة من بودكاست حقاني الموسم الرابع. الموسم هذا اللي أنا اعتبرته مميز لأن مرينا بعدة رحلات مع سيدات ليبيات واجهوا العديد من التحديات وواجهوا العديد من يعني من أشكال العنف، ومع هذا استمروا في شغلهم وفي نشاطاتهم، مكملين في المجتمع المدني الليبي اللي أحياناً يكون محفوف بمخاطر عدة. الموسم هذا زي ما حكيت لك يعني مرينا فيه بعدة قصص كانت ملهمة. وفي هذا الإطار بس اسمحي لي نورة أنني ننوه للمستمعات أو المستمعين إن هم الناس اللي هي ما سمعتش الحلقات السابقة إن هي تمر عليها وتسمعها، لأن حيسمعوا أشياء أكيد حتضيف لهم وتلهمهم. صح راوية، اليوم نوصلوا إلى نهاية رحلة كانت مش بسيطة. سمعنا فيها قصص حقيقية، سمعنا إلى تجارب نساء واجهن العنف بشكل أو بآخر. ولكن اليوم ممكن في حلقتنا حنديروا تركيز أكثر على السبل اللي يمكن من خلالها تغيير الواقع هذا. اليوم حلقتنا حنستضيف فيها إلهام سعودي، مديرة محامون من أجل العدالة في ليبيا، وناشطة ومحامية. إلهام حتكون إضافة كبيرة في الحلقة هذه كشخصية مرت بعديد من التحديات اللي ممكن تواجهها أي امرأة ليبية في هذا العمل وفي هذا الإطار. بتضفي لنا شيء في نفس الوقت. خلينا نقول نورة إن الحلقة هذه إحنا نبغى نركزوا على الحاضر والمستقبل. أي حد ممكن يسمع الحلقات اللي فاتت ممكن يقول لنا أوه شن هذا، أنتوا ادويتوا بس على التحديات، اتكلمتوا بس على المشاكل، يعني في أشياء كتيرة. فاليوم نبغوا نتكلموا على الحاضر والمستقبل اللي ممكن نبنوا عليه من خلال الحاضر اللي اشتغلنا عليه احنا كنشيطات، سواء انتي سواء أنا سواء إلهام. فمرحبتين بيك يا إلهام أنستينا. أهلين. أنا ديما مبسوطة إني نهدرز معاكم أنتوا الاتنين يعني. اليوم حنحكوا شوي عن الأمل والتغيير، يعني على قد زي ما حكت راوي، على قد ما سمعنا قصص وسمعنا تجارب وسمعنا على أشياء ممكن تمسنا من جوا، لأن كل حد فينا ممكن مر بيها بشكل أو بآخر. اليوم نسمع شوية عن انعكاس تجاربنا الشخصية كناشطات في واقع العمل اللي نشتغلوا فيه، أو في الرسالة اللي نحن حاملينها، أو في نظرتنا أصلاً لواقع العنف ضد المرأة في ليبيا. إلهام أهلاً. أهلين، فأنتم متوقعين مني تفاؤل بس للتوضيح يعني. حنحاول قد ما نقدر، حنحاول قد ما نقدر، بس حنحاول نكونوا متفائلين في إطار الواقع اللي إحنا فيه. لو سألنا بداية الأسئلة اللي فيها شوية نوعاً ما ممكن تعطينا فيها التفاؤل اللي نحن طامعين ناخذوه على الأقل شوية. لو حكينا عن أوكي، إحنا قاعدين في وضع غير مفهوم بالنسبة للصورة الأكبر كليبيا. إحنا النساء وضعنا مهزوز جدًا في ليبيا.
وعملنا بشكل محدد كناشطات في مجالات عدة في حقوق الإنسان مش بس المرأة. كل الصعوبات هذه شنو اللي يخلّينا ما زال مستمرين وما زلنا نحسّوا إن نحن لا، لا، لأ، الطريق ما زال نقدروا نكمّله أو قادرين أهو على الأقل في بصيص أمل ممكن نمشوا له. شوفي، هو الجواب القصير والواضح إنه راسي كاسح. فلمّا لمّا نلاقي روحي في أي وضع اللي نحس إنه هو غلط والّا مش مُنصِف، وإلا إن في طريقة أفضل أو في طريقة فيها أمل أكتر، يعني ممكن أقوى قدرة عندي إنني نسكّر راسي ونكون راسي كاسح يعني. فممكن هذه الحاجة اللي تخلّيني نقدر نستمر، لكن شنو هو الدافع الشخصي أو الدافع المعنوي اللي يخلّيني نستمر، هي جزء من الصفة اللي أنتِ أعطيتيها لي في أول الحلقة نورة، إن أنا أم. فهل باتغيّر طريقة تفكيري بعد ما وليت أم؟ مش إنه مثلًا بالطريقة التقليدية اللي نحس روحي عندي حنيّة بزيادة والّا حاجة زي هذه، لأ طبعًا يعني هذا الجزء ديما موجود، بس الجزئية اللي نحس فيها اتغيّرت فيّا بعد ما وليت أم، إن في دافع شخصي إن أنا نبي بنتي تعيش في ليبيا أحسن من اللي أنا عِشت فيها. ونحس إن هي ممكن يكون عندها قدرة إن هي تحقق أحلامها في ليبيا أكتر من يعني اللي أنا قدرت نحققها. ففي دافع إن أوكي، أنا وصلت لقناعة أنا ممكن التغيير اللي نبي نشوفه مش أكيد حنشوفه في حياتي، لكن نحس إن في احتمال إن بنتي تشوفه في حياتها. فهذا زي ما تقولي الدافع العاطفي أو الدافع المعنوي للشغل اللي ندير فيه أنا شخصيًا كإلهام. يعني لمّا نحس إن نوصل لمرحلة اللي نحس لأ، يعني خلاص وهلبة، وخاصةً بعد ما شاركت في الملتقى الحوار السياسي كان علي هلبة ضغوطات، كان علي هلبة تهديدات، كنت نواجه في هلبة تهديدات يومية. كان في نوع من الانفصام اللي صار لي إن الجزئية بتاعتي اللي هي خلاص يعني لازم نحمي نفسي لبنتي، فننسحب، إن هي تحتاجني كأم، والّا نقول لأ، إن دوري كأم مش بس إن نحميها يوميًا في حياتها العادية، بس إننا نحمي لها مستقبلها. هو شوفي إلهام، قصة ساحة الراس اللي حكيتِ عليها الحمد لله إن إحنا كنا مشتركين فيها. أعتقد إن هي صفة كويسة برغم إن هي بعض الأحيان لأ. فأنا مثلًا لو سألتيني شنو هو الحافز اللي خلّاني نخش في عالم المجتمع المدني والحقوق والأشياء، هي إن نتذكّر أنا مش يعني مش نتذكّر لإن أنا كنت صغيرة هلبة، بس سمعت القصة بعد ما كبرت إن والدي زمان في الثمانينات لمّا أنا كان عمري 40 يوم انحبس في عهد القدّافي 4 شهور اختفاء قسري ما نعرفوش عليه ولا حاجة. أنا كان عمري 40 يوم، لكن ال4 شهور هادو لمّا نسمع في قصة ماما قديش كانت ملهمة، إن هي ناصرت على قضيتها بطريقة جنونية يعني، ما خلّتش ولا مسؤول إلا ما خشِّت للمكتب بدون أي خوف، بدون أي تردد، بدون أي تفكير في إن شن ممكن هي يصير لها، في إن هي بس تبي تتكلم على قضيتها وفعلًا نجحت، وإن هو طلع بعد 4 شهور من سجن انفرادي. فهذه القصة لأمي أكيد هي دافعت على هذا الحق لهلبة أسباب، يعني لنفسها، لأبنائها. فقعدت طول الوقت الفكرة هذه في راسي، إن مش بس حق بابا، أكيد كل إنسان عاش نفس التجربة، سواء قلت المدة أو بعدت. وفي نفس الوقت بدون يعني لو إن الشي اللي يخلّي فينا نستمر هي هذه فكرة الحقوق، لأن مثلًا بدون ما نفصّل في حق معيّن عِشت طول عمري أنا محرومة إني أنا نعيشه، ف فيقعد طول عمرِك أنتِ عندِك هذا الحِس بالآخرين، يعني مش بس أنتِ بس، حق الآخرين، حق بلادِك، حق الأشخاص اللي قاعدة تنظلم كل يوم يعني. أنا ممكن أنقلكم شوية من تجربة عاطفية يعني بنسبة أقل إلى كونها عملية بنسبة أكثر. بس أنا مش بعيدة عن فكرة إلهام. أنا ما عنديش أطفال وأنا لا إنجابية، وديما نقول لو على الصبح مرات من النوم نقول أنا كل اللي ندير فيه علشان شنو؟
أنا طلعت من ليبيا وما عادش نقعد المفروض خلاص يعني نقطع صلتي بليبيا ونرتاح ونكون في حياة بعيدة عن كل الدوشة هذه. بس نتذكر إن أنا عندي 3 بنات أخت و2 بنات أخ. وال3 قاعدين يكبروا. لمّا صارت الثورة في ليبيا نحن كلنا شباب صغيرين وكنا طامعين فعلًا في التغيير، وحاسين إن نحن نقدروا نديروا التغيير، وإن نحن قدرنا نوصلوا لمرحلة ما وين ما نقدروا نشوفوا البلاد بطريقة نحن نحلموا بيها. بس اللي صار إن في ناس ثانية إحنا كنا بسطاء ما عندناش أي أدوات، ما زال ما نعرفوش شيء في السياسة. وفي ناس كانت already متجهزة أو جاهزة إن هي بأدواتها ب ب ب أذرعها الإعلامية، بكل ما تتخيلوا جاهزين إن هم ييجوا وياخذوا ويفرضوا هم أجندتهم بقوة علينا. ولأن نحن كان ما عندناش في إيدنا الأدوات اللي تساعدنا، الطريق كانت صعبة علينا وأوعر زي ما نحن قاعدين نشوفوا فيها توا. فاللي نفكر فيه ديما نقول أنا اليوم نبني في الطريق أو نجهز في الأدوات للجيل الجديد اللي ممكن هو اللي يدير التغيير مش نحن. إحنا على الأقل حنكونوا بس الناس في اللي أو نكونوا السبب في إن نحن حنخلّوا لهم أدوات أحسن من اللي نحن تحصلنا عليهن لمّا كان بإمكاننا إن نحن نفرضوا التغيير أو نساهموا في التغيير يعني. بس وأنا نسمع فيكم اتفكرت إن أنا من فترة كنت نفضّي في حاجاتي اللي خلّيتهم ليّا عقود مش بس سنين في حوش أهلي، ولقيت كراسة لمّا أنا كان عمري 10 سنين ومتخيلة نفسي شاعرة، كاتبة فيها قصيدة اسمها أنا حالمة ونحلم بالسلام، فنحس إن أنا حنغيّر جوابي شوية، إن كان فيّا العرق هذا من لمّا أنا كنت صغيرة، ممكن بدا فيّا الإحساس هذا لإن أنا اتربيت أو كنت في العمر هذا بتاع 10 سنين، 9 سنين في وقت الحرب الخليج، وأنا كنت عايشة ذاك الوقت في البحرين، واضطرينا إن إحنا نطلعوا من البحرين لإن الحرب كانت مأثرة على الدراسة ومأثرة على هلبة حاجات، فممكن هذيك كانت الشُعلة الأولى في الموضوع هذا، وبعدين اللي علاش مستمرة توا ما زال فعلًا إن الواحد لمّا تتحرّك فيه الحاجة هذه وتتحرّك فيه الحس إن عنده دور في موضوع سلام أو عنده دور في موضوع أمان أو عنده دور في موضوع إنه يكون في نوع من المساواة أو إن في حق موجود لكل حد، صعب إنّك أنت تطفيه. وطبعًا تصير عدة حاجات اللي تخلّيك تسائل نفسك وتراجع نفسك على القرار، هل هو قرار سليم؟ هل أنت قاعد تضحي بحاجة لغرض ممكن مش حتصل له؟ لكن فعلًا الحاجة التانية اللي نبي نزيد عليها وهذا كيف تعرّفنا عليك أنتِ يا نورة، إن من أحلى الحاجات في شغلي أنا وفي محامون، إن إحنا نتعرفوا يوميًا على نساء وعلى نشطاء في ليبيا مستمرين وعندهم حماس رهيب وعندهم التزام رهيب بالقضية بغض النظر عن الواقع، فيخلّيك شوية حتى تتحشم على نفسك لو تحس إنه والله أنا ما عادش نقدر، فهذا نحس فيه لنفسي أنا طبعًا، لكن في نفس الوقت نقدّر 100% إن هذا مش شعور كل حد ولينا نتوقعه من كل حد، لإن اللي توا مطلوب مننا كنساء ناشطات في ليبيا تمنه كبير. ومش مفروض تَمَن يُطلب مننا، فهذه النقطة اللي يعني نبي نوصل لها، إنه أوكي، إن إحنا كل واحدة منا عندنا دافع سواء شخصي، سواء معنوي، سواء أخلاقي، اللي هو اللي يدفع فينا في المجال هذا، لكن هذا مش وضع طبيعي، مفروض إن إحنا نقدر ندير الشغل هذا من غير ما كل يوم ندوروا تحفيز جديد. صح، صح. طيب بالحديث عن العمل أو الحكي أكثر في منظور العمل تحديدًا مش في التجربة الشخصية. لو اليوم سألتِك كإلهام مديرة محامون، شنو هي الحاجات أو القصص أو التجارب اللي ممكن تختاريهن من عملِك وتصنفيها تحت بند إن هذا أمل للنتيجة؟ هذا أسهل سؤال، لإن هذا اللي توّه كنت أتكلم عليه، إنه هو النشطاء والحقوقيين اللي نخدموا معاهم يوميًا. الالتزام اللي موجود في شركائنا أكتر أمل في البلاد، الأمل في البلاد مش جاي من سياستها، مش جاي من السياسيين بتاعها، مش جاي من القوانين بتاعها، مش جاي من النخبة بين قوسين بتاعها،
الأمل اللي في البلاد جاي من المجتمع المدني، وكل ما يشمل المجتمع المدني، من المنظمات النسوية اللي إحنا نخدموا معاها واللي هي إطار حوارنا في الموسم هذا، لكن بصفة عامة لمّا الأمور تضيق أو لمّا في كارثة أو في احتياج للمجتمع، اللي يقوم بيه واللي ينوض بيه هو المجتمع المدني، خلينا نكونوا واضحين، هذا سواء كان في أزمات سياسية، سواء في دارنت، شفنا لمّا العالم كله تخلى على دارنا اللي قامها المجتمع المدني. فبلادنا مش حتمشي لقدّام من غيرها، واللي حلو في الموضوع إن المجتمع المدني من المهارات اللي لازم تكون عندنا كلنا كليبيين هو الراس الكاسح اللي اتكلمنا عليه، والجميل في الموضوع إنه فعلًا يعني نفسنا هلبة أطول من بعض السياسيين يعني، فالنقطة هذه مهمة هلبة إن إحنا ما نقللوش من أهمية المجتمع المدني، لإن الإعلام والسياسيين قاعدين يقللوا من أهميته. فعلًا هو ممكن حتى أنا هيك نتذكر إن في شخصية ما في المجتمع المدني كانت تعاني من عنف وتعاني من انتهاكات اضطرتها إن هي تطلع خارج البلاد، لكن نتيجة تعاون المجتمع المدني وجهوده في إنه هو يطلع من الأزمة هذه، إنه هو يوقف على رجليه من أول وجديد. لمّا يحكي إنه هو يعني تم إنقاذ حياته، إنه هو عرف إنه هو يوقف على رجليه من أول وجديد، عرف إنه هو يبدأ حياته من أول وجديد ويرجع للعمل المدني بقوة أكبر. هذه هلبة تخلّينا نحسّوا إن اللي قاعد يدير فيه المجتمع المدني هو اللي قاعد ينوّض يقيم فينا من تحت الأنقاض. يعني أي واحد ممكن يسمعنا توا باهي يتساءل أوكي إحنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتوا على الانتهاكات وعلى أشكال العنف، قاعدين نتكلموا اليوم على الحاضر، حاولنا نحطوا يعني حاجة هيك تفاؤل أو الشيء اللي قاعد يحفز فينا إن إحنا نشتغله. بس سؤالي ليك إلهام وحتى نورة، إحنا وين واقفين توا؟ شن هي أهم أنواع العنف اللي قاعدة تواجه فيه المرأة الآن؟ وين إحنا واقفين بالضبط وشنو ممكن نديروا تجاهها؟ قبل ما نخش في إحنا وين توا في المسيرة أو وين حاصلين لو حنستخدم المصطلح هذا، نبي نوضح حاجة مهمة، إن أولًا مفهوم العنف ضد المرأة في ليبيا وفي العالم بصفة عامة يبي له هلبة خدمة، هذا كنقطة مبدئية يعني سواء إحنا في ليبيا سواء في المنطقة العربية أو الإسلامية أو العالم بصفة عامة، لو نشوف أخبار في أي دولة مفهوم العنف ضد المرأة ما زال يُعرّف بطريقة سلبية، يُعرّف بطريقة إن المرأة كان ليها دور في العنف اللي يصير لها. فهذه علاش نبي نوضّحها النقطة هذه، لإن مش حتى حنين نبدو نتكلموا على إحنا وين وصلنا، لازم نعترفوا إن جزء كبير منا الثقافة الليبية والثقافة الذكورية في العالم بصفة عامة. فمش حتى حنين نقدر نخش في تفاصيل بعدين شنو هو الوضع القانوني، شنو هو الوضع السياسي، لازم نشوف المناخ اللي إحنا فيه، والمناخ اللي إحنا فيه لمّا تصير حاجة لامرأة عادةً من أول 5 أسئلة أو من أول 5 تعليقات إيه لكن شن دارت والّا شن كانت لابسة والّا وين كانت والّا شنو رفعها غادي والّا شنو جايبها هنا، فديما في نوع من مساءلة تصير للمرأة ما تصيرش للرجل. فهذه النقطة مهمة هلبة. في جندرة للموضوع هذا، العنف ضد المرأة نوع مختلف، وطريقة ترسيخها في تفكير المجتمع مختلف. فلمّا لمّا إحنا كلنا يعني ونحس إن حتى إحنا ال3 اللي في المكالمة هذه أكيد مرّة في حياتنا قُلنا نفس الجمل هذه. فهذا حاجة إحنا كلنا كمجتمع لازم نراجعوا نفسنا فيها ونبدو نغيّروها. فهنا لمّا نجو نتكلموا من النقطة هذه في تحوّل ثقافي لازم كلنا نساهموا فيه نساء ورجال إن نراجعوا نفسنا على كيف نتكلموا عن الموضوع هذا وكيف إحنا أصلًا ن نعرّفوا في المرأة وفي دورها في المجتمع الليبي. وهذه مش قضية نسوية، هذه قضية إنسانية. الجزء الثاني اللي في القصة الليبية أو في الرحلة اللي إحنا فيها توا في ليبيا،
عندنا مشكلة كبيرة إن مش بس مجتمعنا ذكوري، طبعًا السياسيين بتاعنا هم مرآة للمجتمع، فعندنا سياسة وحكومة ذكورية، وعندنا قوانين ترسّخ في الذكورية هذه. فلمّا نيجوا نتكلموا إحنا وضعنا وين القانوني، أكيد حتسمعي ناس يقولوا لِك: "لا وين ليبيا هلبة أحسن من هلبة مكانها ترى." خلّي نخلّوا المجموعة هذه تسمعنا شوية حتى هم. عندنا قوانين في ليبيا ترسّخ في العنف ضد المرأة. نعطيك مثال بسيط ما ليش يدخل بالنشيطات ولا بأي حاجة سياسية ولا إن مثلا أنا وراوية ونورا اخترنا المجال هذا فنستاهله. مرأة عادية، لو مرأة عادية في ليبيا يتم اغتصابها، المنتهك عنده الحق إنه هو يفلت من العقاب بإنه هو يتزوجها. فإحنا قانوننا مش بس إنه هو يسمح للعنف ضد المرأة، بالعكس في طريقة ما ممكن تقولي إنه هو يرسخ إن لمّا أنت تتعدّى على مرأة، أنت تقرّر لو أنت كرجل يتم مساءلتك أو لأ. اللي الخطير في الموضوع إن أنت كشخص متهم أو مرتكب جريمة، لأن الاغتصاب يُعتبر جريمة، عندك القدرة إنك أنت تفلت من العقاب لمّا يتم إدانتك بإنك أنت تتزوج الشخص. فأنا كامرأة لو أنا تم اغتصابي مش بس إن أنا اغتصبت مرّة، قاعدين يمهدوا الطريق لإني نغتصب كل يوم لو هذا الشخص يولي زوجي. وهذا ترفعني نقطة تانية مثلًا أنا كنت واحدة من المجموعة الخبراء اللي خدموا على قانون العنف ضد المرأة المؤخر هذا المسودة الأخيرة. وكان في نقاش بالنسبة لي أنا يبين لي مدى الأزمة اللي إحنا فيها فعلًا. هو القانون اللي طلع كمسودة من أقوى المسودات اللي موجودة في المنطقة، ويضم هلبة حاجات إبداعية أو ابتكارية في القانون فعلًا. فمش حنقلل من شأن المسودة، لكن بس نفكر في نقطة معينة، إن إن الاغتصاب ما يصيرش في الزواج. لو أنتِ متزوجة ما فيش جريمة الاغتصاب، لأنه يُعتبر إنِّك أنتِ عاطية الرضا ضمني في عقد القران إنه يتم. الاغتصاب الزوجي يعني غير مُدان في ليبيا. يعني مش ما يعتبرش غير قانوني لأنه يعتبر إنه هو مفهوم غريب. لمّا إحنا كنا نتناقشوا فيه كان في خبراء تانيين، وكان النقاش بالنسبة لنا مُربِك، لإن النقاش كان بس كيف أنتِ لمّا تتزوجي تعطي رضا ضمني لزوجِك إنِّك أنتِ تبي تعاشريه. أوكي، أعطيته الرضا لمّا اتزوجته، بس يمكن يوم من الأيامات ما عنديش نية والّا راسي يوجع فيّا والّا نمَر بأزمة نفسية، عندي ضغوطات، عندي حالة وفاة، لأن في ناس واجد أنا نحكي عن تجربة، أنا نعرف تجربة نحكي عن ناس سمعت منهم واجد يحكوا على قصة إن لمّا يصير لهم حالات وفاة سيدات، يصير لهم حالات وفاة في أختها، أمها، حد قريب درجة أولى ويمرّن بأزمة نفسية أو حزن، يصير عليهن ضغط آآ تمامًا في الموضوع هذا ويتم تجاهله عادي جدًا، يعني في انتهاك لحقها النفسي وانتهاك أيضًا جسدي. بالضبط. بس مش لازم حتى نوصل للمرحلة هذه إنه يعني في الحياة اليومية، يعني مش لازم نخش في تفاصيل، لكن يعني الرضا مش حاجة تعطيها مرّة وتقعد مستمرة مدى الحياة. الرضا المفروض تكون حاجة يعني فعّالة. فإن إحنا واصلين لمرحلة ما زال قاعدين إن إحنا نعطوا في مفاهيم زي هذه في إطار الحياة اليومية. كيف حنقدر نمكنوا النساء والرجال إن هم يفهموا خطورة العنف ضد المرأة. والعنف ضد المرأة مش بس جنسي. الأمثلة اللي أعطيتهم يعني ملاحظة إن الأمثلة اللي أعطيتهم جنسية بس، ممكن لأن هذا يعتبر يعني أشد الحالات، فمش حتى نكسبوا شوية تعاطف المستمعين. بس لمّا أنت تقدر تبرر الانتهاك اليومي للمرأة جسديًا، معناها سهل هلبة إنّك أنت تبرر انتهاك حقها في التعبير، انتهاك حقها في الميراث، انتهاك حقها في الشغل، في الحقوق التانية كلها. فالعنف اللي نتكلموا عليه لمّا نتكلموا عن عنف ضد المرأة نكونوا واضحين. ما إحنا كنشطاء ما نضيّقوش المفهوم اللي هو فقط العنف الجنسي أو الجسدي. في العنف الاقتصادي، في العنف في الميراث، إن الناس يحرموك من ميراثك. هذا كلها أنواع عنف
يعني لأن مرات إحنا سهل لإن في ليبيا في هلبة من العنف الجسدي إن نركزوا على العنف هذا، بس لو إحنا فعلًا نبغوا نأثروا على حياة النساء أو المجتمع بصفة عامة لازم نفهموا مفهوم العنف بطريقة أوسع. فلو نرجع لسؤال إن إحنا وين في المسيرة، إحنا ما زال في أول المسيرة، لإن ما زال في ثقافة لينا إحنا كلنا إن نخلّوا المفهوم هذا ومدى التمادي في المجتمع بتاعنا لمّا نشوفوا مفهوم العنف بالمفهوم الواسع، إن إحنا عندنا أزمة في ليبيا، مش قضية أو مشكلة، إن عندنا فعلًا أزمة لازم تنحل في الموضوع هذا. صحيح إلهام. لو حكينا إن التجربة هذه اللي توا حكينا فيها إن نحن وين واقفين وشنو اللي قاعد يصير بالضبط وكيف حنمشوا أو كيف حنتحركوا في الفترة المقبلة، كل هذا لو حكينا عليه وكيف أثّر في عملِك أنتِ كناشطة. في مثل إنجليزي يقول لكل غيمة في خَط فضة، إن في حاجة تقدري تاخديها من كل غيمة. في الإطار هذا لمّا إحنا نفهموا مدى العنف اللي موجود، شو معناه؟ معناها إن هذا العنف يمس فينا كلنا كنساء، ولذلك هذا مهم من ناحية الشغل، لإن ما عادش في إن هذا العنف مخصص لفئة معينة لإنهم يستاهلوا أو فيخلق مساحة للنشاط وللخدمة يعني الربط بين المجتمع المدني والنساء بصفة عامة والرجال المناصفين لقضية المرأة، إن في مجال للشغل، لإن العنف ما عادش ولّع تعريفة حاجة تصير لأقلية بس، لأ، لو إحنا ما نفيقوش حيأثّر علينا كلنا. فهذا المساحة اللي يخلق فيها موضوع زي هذا، ولازم إحنا في شغلنا نستفيدوا من هذه المساحة، مش حتى يكون في شغل حقيقي في الموضوع هذا، سواء هو من شغل تقني زي اللي اتكلمت عليه في موضوع صياغة أو تحضير مسودة لقانون، من ناحية تقني تقاضي أو الشغل في المحاكم على القضايا اللي تصير للمرأة، أو من ناحية توعوية وتمكين للقضايا هذه. ديما لمّا توصلي الأزمة ديما تجيب معاها فرص. فهذا لو نرجع لأول الحلقة والطلب إننا نكون متفائلة، هذا هو التفاؤل، إن ديما تحتاجي نقطة تغيُّر، ونقطة التغيُّر للأسف ديما تصير في الأزمات، ما تصيرش في وقت الرفاهية أو الرخاء يعني. فما فيش إنِّك أنتِ تقولي هذه مش مشكلتي، ما فيش المساحة إن هذه مشكلتنا. فهذه تعطينا فرصة إن إحنا نخدموا، وتعطينا فرصة إن إحنا نبنوا جسور بيننا وبين مجتمع قاعدين يعني يلقنوا فيه ليهم شهور وسنين إن المجتمع المدني ضده. ففي مساحة توا إن إحنا فعلًا نعيدوا تركيبة العلاقة بيننا وبين المتضررين بالأزمة هذه. طيب إلهام، شوية بنعرّج على موضوع لمّا اتكلمتِ على القوانين، يعني أنا نتذكّر في الحلقة اللي حكينا فيها مع أسماء، لمّا اتكلمت بالضبط على إن لمّا الأخ يقتل أخته، الولي الدم اللي هو الأب أو الأم يقدر إنه هو يتنازل عن القضية، وبهيك ضاع حق الحياة لهذه الفتاة. وهذه حاجة من المشاكل اللي قالت عليها نورة واللي قلتِ عليها، اللي هي الموروث الثقافي اللي قاعدة مأثرة في القوانين. أنا كإنسانة عادية نجي نبي نسألِك، أو حتى كناشطة نبي نصيحتِك في من خلال الإطار القانوني، عارفين إن إحنا عندنا مجلس نواب، مجلس رئاسي، انقسام غير عادي، شنو هو اللي نقدروا نديروه إحنا في موضوع القوانين؟ شنو نقدروا نقدموا باش نأثّروا في موضوع التعديل أو مسودة أو أي شيء له علاقة بالأطر القانونية؟ هذا سؤال مهم هلبة، وهذا سؤال فيه اختلاف هلبة في الرأي يعني، لإن خلّينا نتكلموا من موضوع واقعي، ومش حتى نرضى يعني نرضي الناس اللي ممكن ينتقدوا في الأسئلة اللي قبلها أو في الحوار اللي قبله موضوع إن ليبيا قوانينها كلها مش منصفة. لأ، في قوانين منصفة للمرأة في ليبيا، مش هلبة لكن في، لكن ما تفرقش. هذا واقعنا، إن القانون في ليبيا في الوضع الحالي مش منصف هو في حد ذاته،
لإن طريقة تفعيله أو طريقة استخدامه مش منصفة. فشو معناه هذا عمليًا؟ هل معناه إن الحل هو في تعديل القوانين؟ لأ، مش بس تعديل القوانين، لإن لو نعدّل القوانين لو ما فيش آلية أو منهجية لتفعيلها بطريقة منصفة، حبر على ورق زي ما يقولوا. وفي نفس الوقت طبعًا في دافع إن إحنا خاصة أنا يعني أنا محامية، فحلّي ديما حيكون قانوني، فلمّا نيجي نفكّر أوكي يعني نقدر نقعمز ونكتب ونصيغ قانون قوي، وفعلًا مع الخبراء التانيين اللي كانوا كلهم نساء راهبات ورجال منصفين، آمم، نقدروا نخدموا على مشاريع زي هذه، لكن في خطورة أنا بس نبي نطرحها مش حنحاول إن نقنع حد بيها، بس أنا نشوف فيها خطورة وهي تأثّر عليه إحنا بعد شغلنا كمحامون، اللي هي الواحد لازم يكون منتبه إن مرات لو إحنا نصيغوا قانون ويكون قانون قوي، لو الهيئة اللي مفروض تعتمده هيئة فاسدة وغير شرعية وذكورية، عندهم الحق التعديل هم في القانون هذا، فأنا نعطي فيهم مرات في مسودة قانون اللي أولًا هم يعني حيلعبوا بيها النسخة اللي حتطلع مش حتكون لها أي صلة بالنسخة اللي أعطيناها لهم عمليًا، لكن معنويًا مرات نمكّنوا فيهم إن هم ي ين ي يعني ينظروا في قضايا ما كانتش في بالهم، لإن ممكن إحنا طرحنا حمايات هم ما فممكن إنها تخلقي حافز عكس اللي أنتِ كان النية بتاعك فيه، مش عارفة لو هذه النقطة واضحة. اللي هي سلاح ذو حدين، أنتِ ممكن تعطيهم السلاح اللي يخنقوك به، لأنِك أنتِ عطيتينهم إنِك أنتِ في مشكلة وهذا حلها، فهُم يلقوا فرصة إن هم يخنقوك في النقطة هذه. ديما في حق مقابل حق، في حاجة حتعطيها ممكن تاخذي من ناس ثانية حاجة أخرى. بالضبط، و و وب والنقطة التانية بس اللي إحنا نفكّروا فيها إن إحنا يعني لينا توا قداش سنة نتعاملوا مع مجلس النواب هذا وشُفنا القوانين اللي طلّع فيها وشُفنا استخدامهم للقوانين وقمعهم وشُفنا يعني أوكي هم اللي طلعوا القوانين، بعدين شُفنا الحكومات كيف تستخدم في القوانين هذه أو كيف تتجاهل فيها، فإن إحنا نخُش مرات نيّة صافية مش حيساعدنا في الموضوع، لإن يعني بعد فترة لمّا تشوفي طريقة الشغل أو طريقة الأهداف أو شنو هم الأهداف أو كيف هم يستخدموا في الآليات هذا، فتحسّي إن علاش أنا قاعدة ندير في شغل اللي ممكن يعطيهم نوع من المصداقية، لإن يبانوا إن هم قاعدين يخدموا على القضية هذه. فالرد الطبيعي للانتقاد اللي أنا أعطيته أو للتصوير اللي أنا أعطيته توا، التصور اللي أنا أعطيته توا، إن حد يقول لي: "باهي شنو حتغيّروا لو ما تغيّروش القوانين؟ باهي كيف حتغيّروا لو ما تتعاملوش مع الدولة؟" وإلى آخره، وهذا الانتقاد سليم نسمعوا فيه هلبة. فأنا نحس إن اللي إحنا نقدروا نديروه في الفترة هذه إن نقدروا نصيغوا قوانين قوية، مسودات قوية، نحاولوا إن إحنا نخلقوا حراك على الموضوع هذا، وإن هذا يكون جزء من الأجندة بتاع أي انتخابات جاية، إن إحنا يعني جزء التوعية اللي نتكلموا عليه، إنه يكون في حراك وتوعية للمجتمع إن نطالبوا كجزء من الانتخابات، مش بعد الانتخابات، بعد الانتخابات ما تقدريش تأثري على أي سياسي، لكن إنه يكون في مثلًا يعني واحدة من كفكرة هيك بيناتنا في تدريسة، إن مثلًا تحطي قائمة والله هادو هم الناس اللي رشحوا نفسهم اللي يعني واخدين نوع من المعاهدة إن هم يعتمدوا القانون هذا بشكله هذا لو يتم انتخابهم. فأنتِ تخلقي حراك إن لأ إحنا حنصوّتوا للناس اللي التزموا بالقضية أو التزموا بالهدف اللي إحنا قاعدين نكافحوا ليه. بعدين عندِك شوية أمل أكتر إنِّك ممكن تطلعي بقانون قوي، مش إنِّك أنتِ تقوّي آلية بقانونِك. فهذه النقطة اللي مثلًا الواحد يفكّر فيها من منظور استراتيجي أكتر، لمّا إحنا مش معناها نقعمز والراجل لين ما تتغيّر الدنيا، لأ، في هلبة شغل ممكن يندار في الفترة هذا من ناحية التوعية، من ناحية الصياغة، مش حتى لمّا الوقت يكون مناسب نكونوا واتيين، ما نبدوش نخدموا بعدين، نخدموا من توا، والناس هاذوما اللي قاعدين في الحكم توا يعني الميزة والميزة الإلهية إن كلهم كبار في السن ومش حيعمروا هلبة. فإحنا نخدموا إن لو الديمقراطية ما نحّاهمش ربي حينحّيهم، عرفتِ؟ حنوصلوا لجيل جديد
ممكن يكون متفاعل بالقضية أكتر، فهذا هو النشاط اللي ممكن نديروه إحنا، لكن ما نخشوش في لعبتهم اللي إحنا نعطوهم مصداقية، إن إحنا نعطوهم مسودة هم يقدروا يسوقوا المسودة إن هذه مسودة كاتبينها خبراء نسويين إلى آخره، إلى آخره، وبعدين يلعبوا بها وتطلع اسمنا يعطيها المصداقية، لكن هي فعلًا انتهاك جديد لينا كنساء. طيب يا إلهام، هيك لو هذا لو حكينا إن نحن اليوم كناشطات أو ناس أصحاب مصلحة من الدرجة الأولى إن نحن نخدموا على حاجات زي هذه في إطار القضية اللي نحن ندافعوا عنها. لو اليوم نقولوا للمستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا، وأكيد في سيدات واجد قاعدة تسمع فينا حابة أو تفكر في دعم المهمة هذه، أو في دعم فكرة ترسيخ قوانين تساهم في مكافحة العنف ضد المرأة، شو اللي ممكن يديروه أو كيف ممكن يكونوا منخرطين في عمل يخص المهمة هذه؟ نبدأ بجواب بسيط، إن أنا ما نطالبش بحاجة من أي مستمع لإن نقدّر إن الوضع في ليبيا خطير لأي حد يبي يساند في أي قضية حقوقية. فديما نحاول إننا نعطي المساحة هذه مش نكون واضحة إنني متفهمة للوضع اللي فيه وما نلومش على أي حد يبي يحمي نفسه ويحمي عيلته لو هذا يعني لو هذا هي الأولوية بتاعته نقدّرها ونحترمها، وأنا شكون أنا باش نقول لشخص إنه هو يشوف أسلوب مختلف. لو في شخص يسمع فينا ويحس إنه اتحمس للموضوع أو إنه يحس إنه يكون ليه دور، يعني التغيير اللي تكلموا عليه من الأول مش حتى إحنا كنشطاء أو كخبراء نقدر نأثروا قانونيًا بالطريقة اللي توا سردناها، لازم يكون في أرض خصبة للموضوع هذا، فهذا نولوا لأول نقطة تكلمنا عليها اللي هي إن لازم يكون في تغير في الثقافة. وهذا أي حد يقدر يساهم فيها، أي حد يقدر يساهم فيها، مرأة، رجل، طفل، شخص كبير في السن، شخص متعلم، شخص أمي، أي شخص يقدر يساهم في تغيير الثقافة لو عندهم الرغبة في الموضوع هذا. هذا يتغير بالأسلوب كيف أصلًا نتكلموا إحنا مع بعضنا في الأسرة، الذكورية اللي موجودة في البيت، الذكورية الموجودة في الشغل، الذكورية الموجودة في المدارس، هذا كلّهم حاجات نقدروا نساهموا فيها إحنا، في حياتنا اليومية نقدروا نكونوا أحسن. يعني أنا نبدأ بنفسي، مثلًا أنا لمّا عرفت بيّا بدأنا إنني لازم أنا نفسي نحس روحي مرات في معركة ذاتية إنني ما نرسخش بعض المفاهيم اللي أنا تم ترسيخها مني والأجيال اللي قبلي والأجيال اللي قبلي، اللي هي تعتبر مفاهيم ذكورية لمّا نجوا نفكروا فيها. فهذه الحاجات نقدروا إحنا نبدو نغيّروها بطريقة بحيث إن نأثروا على المجتمع، ففي أي واحد سواء شخصيًا أو مهنيًا في مجال إن إحنا نأثروا. فهذا اللي ممكن نقوله، يعني مش لازم إن كل واحد يخش في منظمة أو كل واحد إنه هو يناصر بقضية بطريقة علنية اللي ممكن يعني تأثّر عليه نفسيته، عليه أمنه، عليه حياته، بس في مجالات في كل يوم أقل شيء 10 أو 15 نقطة في اليوم اللي كان الشخص ممكن ياخد قرار يغيّر من الثقافة شوية. بالضبط يا إلهام، هي هذه الثقافة. نتذكر زمان أنا كنت في المدرسة في تالتة ثانوي، كان في أستاذ جانا في حصة هيكي، يعني أستاذ احتياطي، هو قابلتنا ما جتش، فحديثه قاعد في راسي ليومنا هذا، قعد يهدرز على كيف إن إحنا لازم نراعوا المرأة، نراعوا أمهاتنا، فقال بالجملة الواحدة، قال أنا ديما نفكر إن زوجتي قداش ما هي تعاني في العنف مني أنا، تعاني في العنف من أطفالها أحيانًا، يعني قصده مش أنواع العنف اللي إحنا المفهوم الأصلي، ولكن نوع الصراعات اليومية في تربيتهم، تعاني في العنف من الدولة، تعاني في العنف من أحيانًا من والديها، تعاني في العنف من خوتها، تعاني في العنف من نظرات المجتمع ليها. أمتى إحنا قديش ما نبي نحاول إننا نقدم شيء ليها باش نهوّن عليها العنف هو.
أكيد كلامه هو في هذاكاي اليوم زي ما أنا أثّر فيّا ليومنا هذا وما نسيتهاش، أكيد أثّر في شباب تانيين، فإحنا محتاجين نكوّنوا الثقافة هذه. أعتقد إن هي نهاية جميلة لحلقتنا اليوم، إن إحنا ننهوا بهذا السؤال، لكن أكيد إلهام إحنا من بكريكا نسألوا فيك في أسئلة، فممكن أنتِ تبي تضيفي إضافة أو عندِك فكرة في راسِك ممكن تنهي بها حلقتنا اليوم. ممكن حاجة بسيطة بس إن إحنا مرات مش نوصّلوا فكرة معينة أو نقطة معينة نكونوا شوية شُموليين، فاتكلّمنا هلبة على الثقافة، بس طبعًا في هلبة حاجات حلوة في ثقافتنا في ليبيا، فالواحد مرات ما يبيش إن هو يلوّح كل شيء في نفس الوقت، فممكن إن نرجع بس نقول إن لمّا إحنا ننتقدوا أو إحنا نسلطوا الضوء على النواقص، هذا لإننا نبغوا نحموا اللي حلو في البلاد، فممكن نختم الحلقة بإننا نبدأ لأول الحلقة، ممكن كان أقصر جواب إنني ممكن نعطيه في إمكان ما نخش في تفاصيل لمّا أنا كان عمري 10 سنين، لمّا أنا وليت أم، لمّا كنت في الملتقى، بس نقول إنه فعلًا الحافز إنه وممكن إننا نجرّب نقول إنه هو الحافز حتى ليكم أنتم الاتنين، إن نحبوا ليبيا، هذا هو الحافز، إنه بغض النظر على كل اللي صاير وكل اللي يخربوا فيها، ما زال عندنا أمل وما زال نبغوا نكافحوا على خاطر هذه البلاد يعني، نبغوا نحافظوا على اللي حلو في البلاد. موسم حقاني من تقديم راوية يوسف ونورة الجربي. حقاني من إنتاج دميري ميديا. المنتج هو الشيباني ومهندس الصوت هو حفيظ الجريبي. فريق محامون من أجل العدالة في ليبيا يضم ألكسندرا أزوا ومروى بن عبد الرازق. شكراً.